السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن إبراهيم. الفيديو اللي معانا النهاردة هيفيد كل شخص مهتم بالمنح أو الكورسات أو البرامج أو السيشنات أو المسابقات أو التدريبات أو الشغل، وكمان لو عايز تتطوع من البيت. الحاجات دي كلها هتتعرف عليها وهتتعلمها مجانا داخل المجموعة اللي معانا النهاردة. اولا قبل ما نبدأ الفيديو، القناة دي بتقدم مجموعات على الواتس بتساعدك مجانا في التعرف على المنح او الكورسات او البرامج او السيشنات او المسابقات وكل الفرص، وكل ده مجانا من تليفونك وانت قاعد في البيت. والسبب اللي مخلي القناة دي بتقدم مجموعات على الواتس بتساعدك مجانا هو انك هتتعلم وهتتعرف على كل الفرص اللي متاحة ليك، وهتقدر تاخد منح وكورسات وبرامج وكامبات وكل ده مجانا. المجموعة اللي على الواتس دي بتساعدك مجانا في التعرف على كل الحاجات دي. الكوميونتي اللي معانا النهاردة اسمه ايجل بريتس كومباني. جوه الكوميونتي ده 7 مجموعات، هشرح لحضراتكم كل مجموعة دلوقتي، وطبعا هسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف. اول مجموعة معانا اسمها تيم بلاك ايجل، والمجموعة دي هيبقى متوفر فيها فرص كتيرة جدا وهتساعدنا في الحصول على أكبر عدد من الفرص اللي متاحة من منح وفرص تطوعية ومسابقات علمية في جميع المجالات، وكمان بروجرام وكل الأنشطة الطلابية لعمل CV قوي، وكمان في فورم ليهم اللي هي المجموعة ايجل بريتس كومباني، علشان لو عايز تسألهم أي سؤال أو عايز أي فرصة بتكتب لهم في الفورم ده الفرصة او المنحة او اي حاجة انت عايزها وهم بيبعتوها لك داخل المجموعة دي. وطبعا هسيب لحضراتكم كل اللينكات بتاع الفورم والكوميونتي ده في الوصف علشان لو عايز تسألهم اي سؤال. زي ما شرحت لحضراتكم، بالنسبة لأول مجموعة هتساعدنا في المنح والكورسات والبرامج والسيشنات والكامبات وكل الحاجات دي. بالنسبة لتاني مجموعة معانا اسمها تيم فيوتشر بريتس. المجموعة بينزل عليها نفس كل الحاجات اللي بتنزل في المجموعة الأولى من منح وكل الليلة دي. بس السؤال بقى اللي هيدور في دماغ حضراتكم، مش معنى مجموعتين ليه مش مجموعة واحدة؟ الإجابة بكل بساطة علشان هم بيقسموا الفرص بانتظام داخل المجموعتين. مثلا في المجموعة الأولى منح ومسابقات وبرامج، وفي المجموعة التانية كورسات وباقي الحاجات. هم منظمين نفسهم ما بين المجموعتين على كده، فما تشغلش دماغك بالحاجات دي، اهم حاجة انك تلاقي الفرص في الاخر. ده بالنسبة لأول مجموعتين معانا. بالنسبة لتالت مجموعة معانا اسمها انتربرينورشيب كورسز، وطبعا هتساعد كل شخص مهتم بإدارة الأعمال وريادة الأعمال. هتفيد كل الناس اللي مهتمين بإدارة الأعمال لأنهم هيوفروا لهم منح ومسابقات وبرامج وكل الحاجات دي اللي هتساعدهم في تعلم إدارة الأعمال بكل سهولة. رابع مجموعة معانا اسمها فري ماركتينج، واللي هيفهمني الناس اللي متطوعين مع أي كوميونتي، لأن المجموعة دي هتساعدهم وبالأخص الناس بتوع الماركتينج. ولو مش فاهم يعني ايه التطوع مع كوميونتي، في فيديو على القناة شرح الحوار ده هسيبهولكم في الوصف. وكمان انت لو مش متطوع مع كوميونتي هتساعدك انك تعرف كوميونتيز كتيرة زي دي وهتقدر تدخلهم بكل سهولة ومجانا. وطبعا نسيت اقول لحضراتكم ان كل ده مجانا ومن البيت، مش هتضطر لدفع اي جنيه. بالنسبة لخامس مجموعة معانا اسمها سايبر سيكيورتي كورسز، وهنا النداء لكل شخص مهتم بالبرمجة وبالاخص السايبر سيكيورتي، لانك هتلاقي منح وكورسات وبرامج وتدريبات وشغل هيساعدك تتعلم السايبر سيكيورتي بكل سهولة ومجانا ومن البيت. يعني عايزك تتخيل معايا الموضوع، هتشتغل من البيت وانت قاعد في البيت وهتقبض بالدولار وكل ده من البيت ومجانا مع ايجل بريتس كومباني. الحق انضم اليهم وما تضيعش الفرصة من ايدك، وهسيب لحضراتكم كل اللينكات المجموعات دي في الوصف. سادس مجموعة معانا اسمها جرافيك ديزاين كورسز، وطبعا هتقدر تتعلم كل حاجة تخص الجرافيك ديزاين اللي هم داخل مجال الجرافيك ديزاين من مونتاج وغيرها بقى باقي الحاجات. وبرضه هسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف. بالنسبة لسابع مجموعة معانا اسمها الشاتنج، ودي من وجهة نظري اهم مجموعة داخل الكوميونتي ده وفي اي كوميونتي عموما، لان المجموعة دي هي اللي هتخليك تقدر تتعرف على ناس كتيرة من مختلف البلاد.
وهتقدر تستفاد من خبراتهم لانهم اكبر منك خبرة وسن، هيساعدوك في اي حاجة انت عايزها. اسألهم بس جوه المجموعة دي وهيردوا عليك على طول. وبس كده الكوميونتي خلص، وطبعا في لينكات كتيرة للمجاميع دي، وهسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف. شوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبولي في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.